فاكرين لما قلتلكم صيام الاتنين وقرار قطع السكر؟ يلا بينا نكمل ونكون دايما مستعدين. طبعا بدأت يوم الاتنين بالصيام بصلاة الفجر، ودي أحسن حاجة تبدأوا بيها يومكم. وبعدها دخلت على ترويق البيت، وعشان أكون صريحة الموضوع ما كانش سهل. في أيام ضعفت، وفي أيام نفسي طلبت السكر قوي جدا، وكنت بقول لنفسي هو أنا عايش كده إزاي من غير سكر؟ معقولة ولا دي فترة وهتعدي؟ بس كل مرة كنت أرجع أفتكر النية بتاعتي وإن أنا نويت على إيه. الفرق ما كانش في الميزان قد ما كان في قلبي وجسمي، كان في خفة وراحة ورغبة أقل في السكر. مش لازم نبدأ بقوة، ابدأوا خطوة صغيرة، يعني يوم صيام أو تقليل السكر أو حتى نية صادقة. والنهاردة كان يوم جميل قوي، عدى جميل وهادي وحلو، وبنوتي عملت لنا أحلى كيكة. وما بقيني ليا معلقة في اليوم سكر أو معلقة ونص ومش باخدها كل يوم، وبشرب المشاريب من غير سكر، فقلت وماله، قطعة كيكة مع كوباية شاي مش هتخسر حاجة وهتبقى حاجة جميلة. والمغرب ادن وفطرنا وانبسطنا وريحت شوية وقمت صليت العشاء. وبعدها شوشو بقى عملت لنا الشاي وجابولي قطعة الكيك معاها تحت البطانية، والدنيا ساقعة والكيكة والشاي حاجة جميلة. كانت أحلى مكافأة ليا في الصيام النهاردة، ولمة العيلة والدفى. واللي نوى ربنا يعينه، واللي تعب ربنا يقويه. وأنا مكملة واحدة واحدة.